يطمنون على الفريق، يتابعون الفريق وبيقدمون الدعم للفريق. الإدارة الحالة عمرها ما جابت دعم إلا بلاعبينها، لأنه أي شخص بيسمع فريق بيلعب، فريق بيأدي، يعني الفرص كلها مؤهلة أنكم تصعدون. ليش لا؟ جهاز فني كبير قيادة أبو أسامة، معاكم الكابتن عبد الباقي، يعني جزاهم الله خير، والإدارة موفرة كل شيء، باقي الأمور في يدكم. يعني نتمنى حاجة واحدة، أنا الخطط الأشياء كلها قدها مغروسة أعتقد داخل، فقط حاجة واحدة أنتم اللي تجيبوها، الروح. شيء واحد بس أركز عليه، أنا أتمنى اللاعب قايم رايح المباراة، مش رايح بلعب، رايح أنا بغيت المباراة يا فلان يا زميلي كذا، نحن نريد هذه المباراة بالطيب بالغصب، نجيبها نجيبها. صدقني إذا الروح هذا موجودة، والله لو فريق أقوى، مع إنه ما في حد أقوى منكم في المستوى الفرق اللي شفناها، ما في حد، ما شاء الله لاعبين مميزين، من الأجانب، من لعيبة، من حراس المرمى، من جميع المراكز، بس الفرصة التركيز، نلعب بالروح. لاحظوا أي منتخب أي نادي لعب فاز بالروح، طبق الخطة صح وحماس. أما إذا احنا لاعبين ما عندكم روح، هذا صعب. تطبيق وروح، أنتوا لاحظوا حاجة، لما يجي الفوز يجي الدعم، تجيبوا الجماهير، حتى الجماهير البعيدة مش القريبة تجيبوها، بتكون قريب من النادي، بتكون هاشي، يعني هذا فرصة. قد راحت علينا المرة الماضية اللي هي السنة الماضية، يعني مجهودات سنة كاملة شوفوا كيف راحت، خسائر ومجهودات وخسائر مالية وإدارة، يعني جزاهم الله خير، مضيعين يعني وقتهم وجهدهم، وانتم بعد يعني منفصلين عن أهاليكم عن التزاماتكم. فالآن لازم نحط هدف واحد أمامنا، يعني إنه لازم نجيب الصعود. الصعود كيف يجي له أساسيات؟ فكر هذه المباراة، المباراة الثانية ننسيها، الغرور من 3 مباريات ننساه بعد. حط إنه هذا بداية الانطلاقة، لأن هذا مباراة الوحدة، بداية انطلاقة إنه نجيبها. بغيتوا تهدوها الإدارة، تهدوها الجماهير، تهدوها لأنفسكم أول شيء، بعدين لهذا الناس كلهم. وإن شاء الله نوعدكم، يعني أنا بغيتكم توعدوني بصراحة، أنا يعني من فترة ما التقيت معكم، توعدوني بهذه المباراة، لأني جيت أتكلم معكم وطلبتكم. إن شاء الله. يعني أرجو منكم وعد إنكم تجيبوا لي 3 نقاط. يعني نرفع رؤوسنا إن شاء الله. يعني وأنا متأمل إنه شايف بإذن الله المباراة معانا بإذن الله. بس تركيز، يعني والله يوفقكم إن شاء الله. ما أحب أطيل عليكم، يعني والله يوفقكم بإذن الله.